يا اهلا بمتابعين قناه المانوا والطرش الاساطير. معانا النهارده الحلقه 10 من حكايه منقذ العالم للبطل يو. لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت ففي تجميعه كامله هتلاقي الرابط بتاعها في صندوق الوصف او من علامه الاي اللي فوق. شكرا على دعمكم ليا وبتمنى منكم دعم اكتر باللايكات. قبل ما ندخل بقى للحلقه عايزك الاول تصلي على النبي يا صاحبي، ودلوقتي هات فشارك ومسلياتك وتعالى اخوك سيف حسام الدين يحكي لك الحكايه. شفنا في الحلقه اللي فاتت انتهاء المعركه بين افراد منظمه دانجون وبطلنا، وكانت القائده سيون خسرت في معركتها ضد القائد رامي الاسود. بعدها قال يو ان هو ناوي يقفل كل الشقوق وهيبدأ بشق الرتبة الأولى التلاجة، بس الأول لازم يخلي سانجا قوية كفاية عشان تقدر تقدم المساعدة، وبالتالي فضل يتدرب معاه هو والصيادة سيون. وبرضه شفنا هجوم البنت جي هيون اللي كانت اتحولت لمخلوق غريب بسبب تجارب العالم المجنون بتاعهم، بس برضه بعد كل ده خسرت في النهاية ضد صاحبنا يو، واللي ساعتها حس ان الطاقة اللي عند جي هيون دي هي طاقة شيطانية من العالم التاني. آخر حاجة شفناها لما سانجا خلصت على الأعداء اللي عندها، وبعدها شافوا تفعيل الدرع الخاص بمولد الدروع. يا ترى ايه اللي حصل تاني؟ تعالوا نشوف. الشباب بيتفرجوا على الدرع وبتقول سانجا هي دي بقى قمة التكنولوجيا والسحر، انا حاسة بطاقة كبيرة جدا من المانا مستخدمة عشان تعمل الدرع العملاق ده. بتيجي الصيادة سيون وتقول لهم ايه يا شباب انتوا كنتوا هنا من ساعتها وانا بدور عليكم. بتكون انتهت من معركتها هي كمان وبتقول لهم واضح انكم لسه بخير. فبتقول لها سانجا لسه زي ما انت برضه يا قائدة سيون مش بترحمي الاعداء. بتقول لها اكيد طبعا دول شوية مجانين الحل الوحيد معاهم هو الموت عشان مفيش علاج ليهم. اما بقى صاحبنا يو بيقول في نفسه انا مش عارف اقول لهم ازاي اللي حصل مع جي هيون ده، هو مش صعب الشرح لكن صعب عليهم ان هم يفهموا. اظن انا لو قلت لهم على اللي انا اعرفه هيبصوا لي بالنظرات الغريبه دي وانا عرفت ازاي، وهيفتحوا معايا تحقيق وسين وجيم، وانا طبعا مش هبقى عبيط يعني واقول لهم ان انا كنت في عالم تاني واختفيت عن الارض 20 سنه، لكن في العالم التاني ده مر عليا مئات السنين يعني، ودي قصه عمرها ما هتتصدق ابدا. صحيح انا فاكر ان العالم التاني كان في واحد من الكهنه بيقول كلام عبيط كده بيسميه بالنبوءه ولا مش عارف ايه، شكلي هضحك عليهم بالكلام ده يمكن يصدقوه. وبالفعل صاحبنا بدا يقول لهم بقى ان هو لما كان بيحارب ضد جي هيون سمع صوت غريب في راسه. طبعا سيون بتتفاجئ وبتقول له انت تعبان طيب اتضربت على دماغك جامد اجيب لك دكتور. بيقول لها صاحبنا لا ست الكل على فكره انا بتكلم بجد، الصوت ده قال حاجه غريبه كده عن ان الدمار جاي ومش عارف ايه. صاحبنا بيقول في نفسه اصلا عندهم حق يقولوا عليا عبيط والله لاني مش عارف انا نفسي اصلا بقول ايه. بدا يحكي لهم بقى كل حاجه حصلت معاه وبيحط شويه كذب في النص كده لزوم البهارات عشان يطبخ الكذب. سيون مش فاهمه هو قصده ايه بالظبط، اما سانجا فبتقول انها سمعت عن الاشاعات دي قبل كده. بيقول صاحبنا الحمد لله في بنت عبيطه صدقت كلامي. بعد شويه فضلت سانجا بقى تتكلم عن الخيالات دي زي واحد مثلا بياخد قوه من الوحوش لنفسه وبتاع، فبتصدقها سيون وبتقول يمكن والله مش مستبعد من منظمه دانجون دي يعملوها، ما هم شويه عبط ومتخلفين كلهم. بيقول صاحبنا كويس اهي العبيطه التانيه صدقت هي كمان. بتتكلم سيون وتقول لي يو ان سوق التعاملات هيفتح قريب، فبيستغرب يو وبيقول لها انا استفيد منه ايه يعني. بنعرف بقى ان السوق ده لتبادل المعلومات والادوات وحتى الصيادين اللي عايزين يغيروا نقاباتهم. بتقول سيون ان هيكون في نقابات كبيره هناك من جميع انحاء العالم لتبادل المعلومات والاعضاء، فاحنا ممكن نستغل الفرصه دي ونتكلم معاهم عن المعلومات اللي انت قلتها من شويه. بيفكر يو بيقول لو حد من مستوى الصيادة يو هو اللي حكى المعلومات دي فاكيد هتجذب انتباه باقي الصيادين وهيسمعوا لها. على الرغم من ان السوق ده عالمي لكن مش كل الناس بتقدر تحضره، بس في حد مهم جدا هيجي المره دي واللي هو الصياد يون سيونج. الصياد ده شباب اللي مش فاكرينه يعني، ده اللي كان عايز يضم بطلنا ليهم ويدربوا لو فاكرينه، ولما صاحبنا رفض كان هيتخانق معاه. بيقول يو ايوه انا فاكر الراجل ده كان عايز اكون تلميذه وبتاع عشان هو مشهور، بس انا دلوقتي بقيت مشهور اكتر منه. يا ترى هيجي يتصور معايا ويطلب توقيعي ولا ايه؟ سانجا بيروح تفكيرها في حته تانية خالص وبتقول له على فكره الراجل ده متجوز وعنده عيال فشيل من دماغك الفكره دي. ساعدنا بيقول لها انت ايه انت دماغك راحت فين الله يخرب بيتك. على العموم كفايه هزار، انا هروح كده كده اصلا سوق التعاملات عشان المشكله دي تخصنا انا. بيروح بينا المشهد بقى لنقابه تاي باك او الاسم الانجليزي بتاعها نقابه النقاء العظيم. بنشوف قائد النقابه هون والقدره بتاعته الفريده اللي هي التحريك الذهني، وبيكون متعصب على يون سيونج وبيقول له عايز تقول ايه. بيقول له يون سيونج انا اسف يا زعيم ما عرفتش اضمه، فبيتعصب عليه هون وبيمسكه من رقبته وبيقول له انا مش عايز اسمع منك اعذار. بيقول ليون سيونج انا اسف انا بس ما توقعتش الواد ده يبقى مشهور بسرعه كده. مشهور ها؟ يعني لو ما عرفناش نتعامل مع حاجه صغيره زي دي يا ترى الناس هيقولوا علينا ايه وعلي انا بصفتي رئيس النقابه ايه. وعلى طول بحركه بسيطه بيكسر له دراعه وبيقول له انا بكره الاعذار السخيفه دي، لما جيت تضمه قال لك ان هو مش مهتم بالانضمام لينا، وهل هو عنده راي تاني يعني ولا حاجه؟ مفيش اي فرصه تانيه ليك، اعمل اللازم عشان تجيب الواد ده وتخليه ينضم لينا اثناء سوء التعاملات، ولو رفض فانت عارف هتتعامل معاه ازاي.
بيروح بينا المشهد عند اصحابنا وسانجا لسه بتتدرب على تدريبات المانا. اما يو بقى فبيبص على يون سيونج واللي معاه وبيتسائل هم جايين ليه، وعشان ابننا محترم طبعا بيدخلهم جوه عشان يتكلموا. فبيقول له يون سيونج انا مش هتكلم كتير وادخل في الموضوع على طول، يوم سوء التعاملات انا عايزك تنضم لينا. فبيقول صاحبنا شكل كده الشروط اللي هم جايبينها اختلفت، وبالنظر للعقود اللي وروها لي دي فتقريبا مش عندهم اي فرصه للتفاوض غير انهم يضموني وبس. بيقول يو انا عارف ان نقابتكم مختلفه عن باقي نقابات الصيد، لان نقابه النقاء بيقسموا الارباح بين بعضهم على عكس باقي نقابات الصيد التانيه اللي بتاخد نسبه من الارباح. وكمان يو سيونج بيقول له ان الرئيس هون بنفسه هو اللي طلب الانضمام بتاعه. بيقول له يو بس اللي انا سمعته ان الصياد هون مش صياد نشط، يعني بقاله فتره كبيره زي ما بنقول كده غايب عن الصيد. هل مازال نقدر نقول على الراجل ده ان هو صياد اصلا؟ طبعا العيال بيتعصبوا منه، لكن يو بيكمل لسه وبيقول الراجل ده ما ينفعش نقول عليه صياد بعد كده، لانه بيعتمد على الثروه اللي هو جمعها من السنين اللي فاتت في الصيد وعايش حياته على قفاكم، مش كده ولا ايه؟ طبعا يون سيونج بيتعصب ويقول له احترم نفسك عشان انت لو فضلت تتكلم كلام اكبر منك كده فمش بعيد تختفي في يوم من الايام بدون اي اثر ليه. بيتنهد يو وبيقول في نفسه شكل الصياد هون قوي لدرجه ان العيال دي بيهابوه ويحترموه. صاحبنا بكل برود بيقول له صحيح العرض بتاعكم حلو، لكن زي ما قلت لك قبل كده انا برفض الانضمام. لا يا روح امك ما هو مش بمزاجك المره دي. وعلى طول ابن المجنونه يون سيونج بيرمي الترابيزه على صاحبنا يو، وبعدها على طول بيضربها لكمه قويه وبيكسرها القطع، وبالهاله بتاعته بيخلي الخشب يندفع على يو عشان يشتته وبيهاجم عليه. بعدها بيحاول يون سيونج ان هو يسدد هجمه قويه ليو، لكنه بيتفادى في اخر لحظه وبتخبط الضربه في السقف تكسره. بيبص يو على حجم الضرر وبيقول اللكمه دي بقوه بلدوزر على الاقل. بياخد يو مسافه وبيقول كويس لو انت ناوي تلعب بالطريقه دي فانا برضه، لكنه مش بيلحق يكمل الجمله وبيحس بضغط رهيب جدا، وبيقول في نفسه انا عارف الاحساس ده كويس، ده ضغط المانا الموحد. وبالفعل بيشوف الاتباع اللي كانوا محاوطين يو وعاملين كماش عليه بالطاقه السحريه. بنعرف بقى ان اللي بيحصل ده كان بسبب قدره التحريك الذهني اللي هم مشهورين بيها في نقابه النقاء. وزريبو بياخد لكمه قويه جدا بيلبس في الارض، لكن على اخر لحظه كان يو قدر يتفادى اللكمه دي. وبيقول هو الوقت ده اتجنن ولا ايه؟ ده شكله مش ناوي يتكلم بالهداوه وناوي فعلا ان هو يخلص عليا لو ما وافقتش انضم. وبالفعل بكل عصبيه بيقول له يون سيونج هي كلمه واحده بس هقولها لك، يا اما تنضم لينا يا اما اخلص عليك ومحدش ياخدك مننا. صاحبنا بكل برود بيرد عليه وبيقول له لا تصدق خفت يالا، ده انا من كتر الخوف اعملها على نفسي حالا اهو. وعلى طول صاحبنا بيولع في المكان بالنار الظلاميه بتاعته، فبيتفاجئ منها يون سيونج والاتباع بتوعه، وواحد منهم بيقول ان هو مش قادر يتحكم بالمنى بتاعته وحتى قوته حاسس انها بتروح منه. اما بقى يوب نظراته المرعبه بيقوم ويقول انت مفكر ان دي اول مره حد يجي يهددني فيها ولا يا روح امك؟ بس تعرف كل اللي عملوا زيك كده كلهم دلوقتي تحت الارض ميتين. اما بقى لو بتتسائل عن النيران دي فهي مش هتختفي لحد ما تحرق اخر عضله بتستخدمها عشان تقدر تتنفس بيقلق يون سيونج وبيخاف جدا وبيقول له انا هموت. وبكل عصبيه بيزعق ليو بيقول له انت مفكر انك هتقدر تفلت بعد اللي انت بتعمله ده؟ انت لو اتجرأت وخلصت على اعضاء من نقابه النقاء زعيم النقابه بنفسه مش هيسيبك ويخلص عليه. فبيضحك يو بكل برود وبيقول له غريبه قوي، وهو هيجي ينتقم لكم ليه؟ هو مش شعار النقابه بتاعتكم برضو البقاء للاقوى؟ وادينا اهو بنفذ الشعار بتاعكم وبخلص على شويه ضعفاء بصفه الاقوى. واخيرا وبعد ما الخناقه دي بتخلص بتوصل اخيرا للست سانجا ومعاها الصياده سيون، وبيبقوا مصدومين من اللي عمله صاحبنا ان هو خلص على صياد اساسي في نقابه النقاء. بيقول لها يو يعني عايزاني اعمل ايه؟ يعني اسيبه هو يخلص عليا؟ يا عم لا مش قصدي، بس النقابه دي مش هتسكت وهيفضلوا مهووسين بانهم يطردوك لاخر الدنيا. هل هتبقى بجد كويس؟ بيقول لها يو انا وهم مش متفقين اصلا مع بعض وفي بينا عداوه، فعادي يعني بقى. تمام يا صياد يو، بس خلي بالك كويس من قائد النقابه بتاعهم اللي اسمه هون، قدرته الفريده هي التحريك الذهني. بيسالها يو عن قوته دي، فبتقول له ان هو بيقدر بسهوله يحرك ساعه بيج بن والقصر وحتى كمان العجله الدواره كلهم مع بعض مره واحده. بيفكر يو بيقول ان الراجل ده تحسه قنبله نوويه متحركه، وعلى كده بقى الراجل ده اقوى منك يا صياده سيون. بتقول له على الرغم من انه قوي لكنه عنده نقطه ضعف واللي هي مدى تحكمه، التحكم بتاعه 20 متر بس حواليه. بيقول لها يو ده ما يعتبرش نقطه ضعف اصلا. بيشرح لنا يو ان بمجرد ما حاجه تدخل المجال بتاعه هتبقى تحت تحكمه ويقدر يصدها بقدرته الذهنيه. تمام، ما علينا ست الكل. عقد الشغل اللي مع المملكه المتحده خلاص انتهى صح؟ وكمان اظن ان مولد الدروع هو كمان خلص جمع البيانات. انا محتاج اتحرك بسرعه وابني لنفسي شهره اكبر وازود من قوتي قبل ميعاد سوق التعاملات. صاحبنا بيسال سيون بعدها لو كان هيقدر يقفل صدع الرتبه الاولى اللي كان قال لها عليها في روسيا. بتقول لسيون ان صداع الرتبه الاولى دي مش عباره عن وحوش وخلاص، لكن فيها فخاخ وحيل، وبصراحه مش متاكده، لكن اظن يعني عندك فرصه حوالي 40%. بيقول يوف نفسه ان النسبه دي عاليه جدا، وبيسالها بقى عن الحيل اللي
هي تقصدها دي. بتقول له ان احتمال ينطلب منه يحل الغاز او يمشي بترتيب معين وهكذا لحد ما يوصل لنواة الصدع، عشان كده احنا بنقول على الحاجات دي انها الغاز وحيل. بس غريبه، المفروض ان في بعض الصدوع يعني رتبه تانية موجود فيها حيل برضه، هو انت ازاي ما واجهتش منهم؟ بيقول لها يو ان الصدع اللي كان قفله في جزيره تسوشيما ما كانش فيه الحاجات دي، وتقريبا ده كان بسبب تدخل منظمه دانجو. بتقول له سيون تمام، بس على فكره التعود على الحيل دي محتاجه خبره مش مجرد قوه قتاليه، وللاسف انتوا الاتنين جداد في الموضوع ده ومش عندكم اي خبرات. على فكره برضه نسيت اقول لك، مكافاه تصفيه صدع رتبه اولى بتوصل ل 38 مليار وون، يعني حوالي 26 مليون دولار. صاحبنا يعني بينصدم من الرقم ده وبيحسبها بتهزر، فبتقول له ان كلامها جد فعلا، وكمان الموضوع ده هيبقى صعب جدا علينا احنا الثلاثه بس عشان نقفل الصدع ده بالنظر للمخاطر، فخلينا نعين فريق معانا. بتديله بعدها الموبايل وبتقول له ان معاها شويه من المعارف يقدروا يساعدوهم، وكمان تعرف صيادين من اليابان مستعدين يردوا الجميل على مساعدات قديمه. هم صحيح مش هيساعدونا ندخل عند نواة الصدع، لكنهم يقدروا يساعدونا في تصفيه الطريق لهناك. بيقول يوف نفسه فعلا عندها حق، عشان نقدر ندخل للنواه ونعدي من الاعداد الكبيره من السلايم فاحنا محتاجين فريق كويس. بعد خصم الرسوم وتكاليف تعيين الصيادين دي كلها، فكل فرد فينا هياخد حوالي 1.5 مليار وون. بتقول لها سانجا بس احنا مش معانا فلوس دلوقتي عشان ندفع لهم، فبتكمل سيون وتقول لها ان كل ده هيتخصم لما ينجحوا في المهمه. طب ايه اللي هيحصل لو فشلنا في تصفيه المهمه يا ست الكل؟ بتقول لها سيون بسيطه، هتبقوا مديونين للناس دي بس. صاحبنا بيقلق على نفسه لان سانجا بنت عيله غنيه وتقدر تتصرف، اما هو كحيان على باب الله. طبعا يا شباب خلونا نبص لنص الكوبايه المليان، لو قدرنا نصفي الصدع فاحنا هنتغرق في الفلوس. بيضحك يو بيقول يعني ده رهان، يا اما نخسر كل حاجه يا نكسب كل حاجه، هي دي الحياه ودي فرصه وجاتلي. تمام انا موافق، ده 1,000,000 دولار امريكي برضه مش حاجه قليله. بيعدي اسبوع وبنشوف الشباب في الطياره، وبتقول سيون اتفضل عقد الصدع والمهمه المطلوبه منك. الصدع ده للاسف من الصداع اللي ما يقدرش يدخلوا غير 2 بس عند النواه، عشان كده احنا وباقي اعضاء الفريق هننضف لكم الطريق لغايه النواه. بقول لك يا ست الكل، هو مش انا وسانجا لو فشلنا في تصفيه الصدع كده كده هنموت، فليه الناس دي وافقوا يجوا يساعدونا؟ بتطلع من معاها سيون حبوب كده اسمها حبوب الحمايه، وبتقول انها استعملت نفوذها داخل جمعيه الصيادين عشان تقدر تجيب 2 منهم. الاداه دي هتساعدك انت وهي عشان تقدروا تهربوا من الصدع قبل ما تموتوا، لكن الثمن في المقابل مش سهل ابدا، لانك مش هتقدر ابدا تدخل للصدع ده تاني. بتقول سانجا فعلا احنا ما ينفعش نفشل ابدا في تصفيته والا هتكون كارثه. فبتاكد سيون على الكلام وبتقول ان الاعلام وكمان الجمعيه وكل الناس دلوقتي مركزين عليكم. بيقول يوف نفسه احنا لو فشلنا مش بس هنبقى مديونين، لكن كمان سمعتنا نفسها هتتدمر. احنا قربنا نوصل خلاص يا شباب، جهزوا نفسكم، وبرضه شغلوا سماعات الاذن بتاعتكم للتواصل عشان العمليه. وبالفعل صاحبنا هو وسانجا بيجربوا السماعات وانها شغاله ومتصله بالقياده، وبتتكلم الموظفه في القياده وبتعرف عن نفسها وعن مكان الصدع بالتحديد. الهدف من المهمه الاساسيه دي هو تدمير نواه الصدع. تم اكتشاف 778 من السلايم، وحاليا تم ارسال الصيادين لتنظيف الطريق. الاشخاص المسؤولين عن دخول الصدع هم الصياد يو والصياده سانجا صحيح. فبيأكد يو على المعلومه وبيقول في نفسه يا ريت لو كان الصدع ينفع يشيل 3 اشخاص او حتى هي تيجي مكان سانجا، لكن للاسف كل العيون دلوقتي عليها. هيقولوا ان الصياده صاحبه الرتبه 10 هي اللي ساعدتنا عشان اصفي الصدع، وساعتها مش هينوبنا اي حاجه غير كتر الكلام. اما بقى لو انا وسانجا دخلنا وقدرنا نصفي الصدع فدي قصه تانية تماما. بصراحه يا صياد يو انا مش قادر اخبي قلقي عليكم، هل بجد هتبقوا بخير؟ بيقول لها صاحبنا ما تقلقيش كله هيبقى تمام، وبيقول في نفسه انا كده كده بخاطر بكل حاجه حتى لو بقيت مديون للناس، لو كنت هراهن على حاجه يبقى لازم اراهن على كل حاجه. وعلى طول الشباب بينزلوا من الطياره وبينطلقوا ناحيه الصدع، وبتتكلم كالي وبتحذر الشباب من وجود 3 من الصلايم متوجهين عليهم. فبيرد الصياد وبيقول علم وتم تشتيت الهدف، لكن بعد شويه بيتصاب الصياد ده وبيكون في واحد من الصلايم فلت منهم، فبيتكلم قناص وبيقول لهم انا هتولى الموضوع واحاول انا اشتته. بتقول سانجا الفريق ده على فكره قوي جدا يا يو، احنا اتعاملنا معاهم قبل كده وهم محترفين. بيقول لها اكيد طبعا، ما هو واخدين فلوس قد كده على قلبهم فاكيد لازم يكونوا اقوياء، يعني بني ادم مادي حقير يا جدعان. المهم واخيرا بيقربوا الشباب من الصدع واللي على بعد 500 متر منهم. كالي بتطلب منهم يدخلوا الصدع في خلال 30 ثانيه عشان بعدها فريق الصيادين يتراجعوا. فبتقول لها سانجا علم وينفذ، ده احنا حتى مش هنلحق ناخد نفسنا من كتر الجري ده. وعلى طول الشباب بينطوا جوه الصدع وبيبلغوهم بدخولهم. واخيرا واول ما بينزلوا على الارض بيشوفوا قدامهم منطقه جليديه عملاقه، فبيتفاجئ يو بيقول المره اللي فاتت كانت قلعه والمره دي قصر جليدي. ايه ده صحيح، هي سانجا راحت فين؟ وفجاه النظام بيقول له مرحبا بيك في غرفه الراس، حيث واحد بيأدي والتاني بيتفرج والاتنين واحد والواحد 2،
2 ورقصني يا جدع. المطلوب في المهمه دي انكم تتعاونوا سوا وتحققوا النتائج اللي تخليكم مؤهلين للحصول على فرصه لمقابلتي. صاحبنا يو واقف اللي هو وانتوا بتقولوا ايه وهقابل مين بالظبط. فجاه صاحبنا بيسمع صوت سانجا وهي بتقول له يقف مكانه حالا وما يتحركش، فبيستغرب وبيسالها هي فين بالظبط. انا قادر اسمعها لكني مش شايفها نهائي، هل هي في مكان تاني؟ بتكمل سانجا وبتقول له ان موجود قدامه نصل كان متوجه على رقبته. يو مش شايف اي حاجه، لكنه لما بيرفع ايده بيحاول يتاكد وبالفعل بيلاقي ان صبعه انجرح وبيقول ايه ده، هو ايه اللي بيحصل؟ هل انا دلوقتي كأن دميه في مسرح مستني الاوامر؟ بيسال سانجا بعدها لو كانت شايفه اي حاجه تانية، فبتقول له سانجا للاسف ايوه، مش بس النصل ده اللي كان متوجه على رقبتك، لكن في مئات من الاسلحه مربوطه بسلاسل حواليك يا يو. الغرفه بالكامل مليانه بالاسلحه دي ومتوجهين عليه، وكمان انا شايفه ان في باب انفتح والباب ده بيتوجه عندي. بيقول لها يو انا شايف الباب ده فعلا. فجاه بتزعق سانجا وبتقول ان السلايم دخلوا عنده، وللاسف لما بتحاول انها تلمس اي حاجه فكانها شفافه مش بتقدر تلمسه. بيقول يو في نفسه انا فهمت كل حاجه خلاص، انا مش بقدر اشوف لكن بقدر اتحرك، اما سانجا بتقدر تشوف لكنها مش بتقدر تتحرك. هل هي دي الحيله او اللغز بتاع شق الرتبه الاولى ده؟ شكل كده سانجا هي العين بتاعتي دلوقتي، الموضوع ده مش هيبقى سهل ابدا. بتقول له سانجا السلايم دول ابطا بكتير من السلايم اللي كانوا موجودين بره. فبيقول لها يو تمام، ولما بيبص يو على الارض بيلاحظ ان المكان عباره عن بلاطات متقسمه. فبيقول لسانجا تستعمل الفكره دي كانهم بالظبط بيلعبوا شطرنج، وبتقول له بقى يتحرك ازاي بالظبط وكمان اماكن الفخاخ والسلايم جايين منين. بتقول له سانجا تمام، الاول اتحرك خطوتين عشان تفك النصل اللي على رقبتك، وبالفعل يو بيعمل كده وبيضرب السلسله وبيكسر النصل، لكن في واحده من الشظايا بتاعت السلسله دي بتخبط في سلسله تانية، وسانجا بسرعه بتحذر يو باللي بيحصل ده وبتقول له ياخد باله بسرعه من يمينه، وبالفعل يو بيتفادى لكنه بينصاب باصابه خفيفه. بتعتذر سانجا عشان ما كانتش سريعه في رد الفعل، فبيقول لها يو ما تشغليش بالك وتركز بعد كده عشان ما فيش وقت طويل. اما يو بقى بيقول في نفسه هو قلقان انه مش شايف اي حاجه، لكن الالم ده حقيقي، غلطه واحده بس وكلنا هنموت. بدا يو يتحرك وسانجا بتعرفه على اماكن الفخاخ، وبعد ما بيعدي منهم بتحذره من هجوم السلايم عليه، وللاسف ما كانش سريع كفايه وبينصاب منهم. فبتقول له كمان على الاسلحه وهجماتهم من تاني، وكل ده بيعصب يو لانه بينصاب اصابات كتير، لكن مفيش قدامه اي حل تاني غير انه يسمع لسانجا بس عشان يقدروا يطلعوا من اللغز ده. واخيرا بتعرفوا سانجا على ان السلايم كلهم في خط واحد وماشيين ورا بعض ومفيش فخاخ قدامه، فبيندفع بسرعه وبيخلص عليهم كلهم في ضربه واحده سريعه. بتفرح سانجا وبتقول اخيرا هنخرج، لكن بنت المنحوسه بيتم تبديل مكانها مع يو، وساعتها بيكون هو المراقب وهي المتحكم. بتقلق سانجا ويو بيقول ان ده اسوأ سيناريو ممكن يحصل، مش بس الفخاخ رجعت زي ما كانت لكن كمان اماكنها اتغيرت. شكل كده يا سانجا ادوارنا اتغيرت، يا ترى تقدري تتعاملي مع الموضوع؟ بتقول له سانجا ما تقلقش وسيب الموضوع عليا. بيعدي الوقت وبنشوف السلايم تم هزيمتهم بالكامل، وكمان سانجا بتبقى مصابه لكن اخيرا يعني والحمد لله بتنتهي. بيقول يوف نفسه بصراحه الموضوع هنا اصعب بكتير من القتال في صدع الرتبه الثانيه، بس مش بالصعوبه اللي كانوا كل الناس بيتكلموا عنها يعني. بينتقلوا الشباب بعدها وبيتفتح بوابات، فبيقول يقول سانجا انت حاسه باللي انا حاسس بيه مش كده؟ بتقول له ان موجود ضغط منع عالي وهاله جليديه، فبيدخل يوم من الباب وبيقول بالظبط احنا قربنا جدا، المكان ده هو المكان اللي موجود فيه الزعيم وكمان نواه الصدع. بيدخل يو اخيرا وبيلاقي سلالم وفي اخرها واحده قاعده على الكرسي، لكن الغريبه ان سانجا هي كمان اختفت من المكان زي المره اللي فاتت. اما صاحبنا بقى مش فاهم هو مطلوب منه يتعامل مع الشيء اللي قدامه ده لوحده ولا ايه. فجاه يو بيشوف ان هو ظاهر على دماغه شريط ترمومتر حراري، واللي بمجرد ما بيتغير من الدافي للبارد رجله بدات تتجمد. مش بس كده، ده كمان زعيمه الصدع بدات ترمي عليه اسهم جليديه. فبيمسك صاحبنا يو بالرمح وبيقول ده انا لسه حتى ما خدتش وقت افكر في اللي بيحصل وبيتم الهجوم عليا كده. بيقدر يو يصد السهام دي وبيقول في نفسه انا لسه لحد الان مش عارف اللغز او طريقه حله، فلازم ما اعملش اي حركه غلط. فجاه يو بيسمع سانجا بتنادي عليه ولو كان بيقدر يسمعها. بيقول لها ان هو سمعها كويس وبيسالها عن اللي بيحصل عندها، فبتقول له موجود سلايم عملاق جدا مربوط، وكل شويه السلايم ده بينقسم وبيخرج منه سلايمات تانيين صغيرين. بيفكر يو في حاجه وبيقول ان هو مش هيقدر يرفع درجه شريط الحراره ده، فبيقول لسانجا تساعده بسرعه. بيفهمها الوضع اللي هو فيه وان درجه حراره جسمه حاليا بتنخفض وبيتجمد. اما بقى ملكه الجليد فبتعمل سهام جليديه وبتضربها ناحيه يو، وهو بيقول لها تتصرف بسرعه وتعمل اي حاجه والا هيموتوا هما الاثنين. وعلى طول يو بدا يصد الضربات بتاعه الجليد دي واحده ورا الثانيه، وبيستعمل مهاره القطع المزدوج وحرفيا بيعافر يا صديقي. لكن طبعا كل ده بيأثر عليه بالسلب لان جسمه بيتجمد اكتر وده بيبطئ من حركته. فجاه بيلاحظ ان التلج انكسر من على رجله وبيتحرك بسرعه وبيتفادى كمان السهام دي، وعلى طول بيسأل سانجا عن اللي عملته بالظبط عشان درجه الحراره بتاعه جسمه تاني ترجع لطبيعتها. بتقول له سانجا وهي بتحارب في السلايم انها بس كانت بتخلص عليهم مش اكتر. ساعتها يو بيفهم ان المطلوب من سانجا هو القضاء على السلايم، وفي الوقت ده هيستغل الفرصه
بس هو ويخلص على الوحش ده، لكنه فجأة بيحس ان جسمه بدأ يغلي حرفيا ودرجة حرارته ارتفعت جدا، فبينادي على سانجا بسرعة ويقول لها تتحكم في عدد القتل. فبتستغرب سانجا وبتقول له انت خوتني معاك يا عم، اعمل انا دلوقتي؟ يقول لها اسمعيني كويس، بس حاليا درجة حرارة جسمي زادت جدا وانا على وشك ان انا اموت محروق بسببك، بمعنى اصح لازم تستني بين كل واحد والتاني انك تخلص عليه. بتقول له سانجا الكلام اسهل من الفعل يا عم انت، افرض يعني تم محاصرتي من عدد السلايم الكتير، ساعتها هموت انا برضه. بيفهم يو ان الموضوع مش سهل برضه على سانجا، عشان كده لازم يخلص معركته بسرعه. وبالفعل صاحبنا بمجرد ما بيلمس اول سلمه بياخد وضعيه الضفدعه وعلى طول وزربيه وبيوصل قدام ملكه الجليد في نطه واحده، لكنه بيلاحظ ان موجود حواليها درع زي السلايم اللي بره كده. بيقول في نفسه يا دي النيله، عندها درع مضاد للهجمات هي كمان، ده هيبقى مرار طافح. بتتكلم سانجا وبتقول له ان السلايم اللي عندها حصل له تغيرات، ما عادش بينقسم زي الاول، لا ده بينقسم لكن بمعدل بطيء جدا جدا. بيقول يو في نفسه ان كل اللي عمله هو انه قرب بس من ملكه الجليد، وعلى طول بيبعد مسافه كبيره برضه عنها وبيسال سانجا عن اللي بيحصل عندها. فبتقول له ان السلايم رجع ينقسم تاني بسرعه كبيره. فبيقول في نفسه احيه، يعني كل ما اقرب من ملكه الجليد السلايم اللي عندها يقل، كده مش كويس، لان ده معناه ان انا مش هقدر ارفع حراره جسمي عشان مش هيبقى عندها عدد كفايه ان اتخلص عليهم. اما بقى العكس تماما، انا لو بعدت عن ملكه الجليد فهيكون عندها عدد كبير جدا من السلايم، وساعتها سانجا هيتم محاصرتها وانا هنا عندي هموت من البرد. بصراحة أنا اتخنقت وعايز أحرق المكان ده بالكامل بالنيران الظلام بتاعتي، لكني خايف أعمل كده عشان ممكن سانجا تتأثر بالنيران دي وتموت. في الحالة دي مفيش غير الحل ده. وعلى طول صاحبنا يو بينادي على سانجا وبيقول لها تحاول تستحمل لأطول فترة ممكنة، المعركة اللي احنا فيها دي حاليا معركة استنزاف. كلمة السر هي كالي، اكتبها لي في التعليقات عشان تطلع معانا الفيديو الجاي زي الاساطير دول من الفيديو اللي فات. وكمان طبعا ما ننساش اصحاب الثواني بتوع اول 3 كومنتات، اشترك في القناة بقى يا صاحبي وفعل زرار الجرس عشان تبقى منهم طبعا. ولو وصلت لحد هنا فيا ريت ما تنساش اللايك يا صديقي لانه بيساعدنا ننشر اكتر. اما لو مهتم تسمع مني ملخصات انمي او دونج هوا فهتلاقي القناتين بتوعي دول تقدر تشترك فيهم، وهنبدا ننزل عليهم قريب جدا باذن الله. كان معاكم بقى اخوكم سيف حسام الدين، واشوفكم في فيديو جديد وسلام.